فكما يسعى علماؤنا وأئمتنا للمحافظة على هذه اليقظة العلمية بمحاولة ترشيدها وتثبيتها في قلوب أصحابها، أعداء الله جل وعلا يخططون لضرب هذه الدعوة ولضرب هذه اليقظة العلمية، سواء الأعداء الذين هم من الداخل أو من الخارج، الأعداء الذين ينتسبون للإسلام انتسابا عاما ولكنهم يعادون أهل السنة، يعادون أهل السنة عداء شديدا. وهذا يجمع كل الطوائف البدعية من المتصوفة والرافضة والشيعة والخوارج والحزبيون وما إلى ذلك. ولهذا دائما وأبدا يخططون لضرب هذه الدعوة. ومن الأمور التي أشرت لها في الحلقة السابقة أن الشيخ بكر هؤلاء الحزبيون خاصة يعني لم يرضوا على بعض مصنفاته ورسائله كحكم الانتماء، ولهذا تقريبا ما أعيد طبعه إلا ربما في بعض مجموعات الرسائل. هذا لعداء هؤلاء لهذا المنهج الفاضح لأهل الباطل جميعا. فهذا لأجل هذا يسعى علماؤنا لمثل هذه الأمور التي تثبت هذه النهضة العلمية ويكون من ثمراتها تخرج علماء كبار. وفعلا من هذه النهضة العلمية واليقظة الفكرية كما وصفها الشيخ بكر تخرج علماء بدأوا صغارا شبابا حتى أصبحوا اليوم كبارا ولله الحمد والمنة. نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من فضله في هذا البلد وأن يخرج من هذه اليقظة العلمية في بلدنا خاصة وفي سائر البلاد الإسلامية من أبنائنا وطلبتنا من سيكون من علماء هذه الأمة، ولا نقول من علماء بلدنا، من علماء هذه الأمة، لأنه هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. العالم ما هوش عالم بلده فقط، هذا عالم في الأمة الإسلامية، لأن هذه الأمة لا تؤمن بهذه القوميات ولا بهذه الوطنيات، تؤمن وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. العالم حيثما كان وحيثما وجد يفيد ويستفيد، يفيد طلبة العلم في العالم بأسره، وخاصة في مثل هذا الزمان مع وجود هذه الوسائل التي ينتفع بها الناس انتفاعا كبيرا، ومع سرعة الانتشار الرهيب. يعني يكون المجلس في ما أدري في بلاد نجد يصل في يومه إلى سائر أصقاع الدنيا بسبب هذه الوسائل التي إن استغلت فيما ينفع نفعت نفعا عظيما ولله الحمد والمنة. وهذا دليله قول الله جل وعلا ولتستبين سبيل المجرمين. لا بد أن يتنبه المسلم عامة وطالب العلم خاصة لما يخطط له حتى يحذر عدوه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا بد أن يتخذه المسلم عدوا له لأن حقيقته كذلك.